ازيكم؟ النهارده جاي اكلمكم في خامتين هما الاشهر في الاستخدام في المطابخ حاليا. الخامه الاولانيه هي الاتش بي ال. من اهم مميزات الاتش بي ال ان هو مقاوم للحراره، ان هو مضاد للبكتيريا، صديق للبيئه، لا يتفاعل مع الطعام. الحاجه الاجمل فيه ان هو ما بيتركش اي اثر للتبصيم، يعني لو حطيت ايدك عليه ما بيبصمش. دي من اهم مميزات الاتش بي ال. من عيوبه ان هو تكلفته مرتفعه شويه، ولكن هو الشكل بتاعه بيكون جميل وبيدي فخامه وشياكه للمطبخ. الخامه التانيه الاشهر وهي البولي لاك. البولي لاك خامه انشهرت في الفتره الاخيره، وهي عباره عن الواح ام دي اف، بتكون مغلفه بطبقه شفافه، فيلم شفاف اسمه بي اي تي، وبيتميز بدرجه لمعانه الساطعه اللي هي بتخطف الانظار. من اهم مميزاته ان هو صديق للبيئه، ما بيتفاعلش مع الطعام، مقاوم للخدوش، مقاوم للحراره. فدي من اهم مميزاتهم، بس ولكن من اهم عيوبه ان طبعا تكلفته الماديه مرتفعه شويه، ولكن بقى بيستخدم في الفتره الاخيره كتير يعني. من عشان درجه اللمعان بتاعته بتكون قويه جدا، فده بيكون شيك وبيستحمل وبيكون له عمر طويل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، واشوفكم الحلقه الجايه.